السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. النهارده ان شاء الله حبيت اشارككم كده روتيني كده يوم الجمعة مع اخواتي كده في بيت العيلة. ربنا يا رب يديمهم نعمة في حياتي كده ويخلي لكل واحد حبايبه كده واهله، اللهم امين. النهارده ان شاء الله كانت الجمعة، فاحنا متجمعين يعني متعودين بقى ايه، احنا وجوازنا كده ربنا يبارك فيهم بنتجمع مع بعض كده ايه يوم الجمعة تحت. فالنهاردة ان شاء الله هعمل لهم كده ايه اكل فلاحي كده على الروايح الجميلة بقى ايه بتاعت الله يرحمها. فقلت النهاردة لازم اشارككم الفيديو ده عشان اللمة كده و... يعني اشارككم اجواء اليوم ان شاء الله باذن الله. لو انت بقى اول مره تشرفيني، دي قناتي على اليوتيوب اسمها اشرقت الانوار. اتمنى منك ان انت تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك لكل فيديو جديد اشعار بنزله. تعالوا بقى كده عشان ايه ما اطولش عليكم ونخش على الفيديو على طول. النهارده ان شاء الله هعمل لهم معمر، وهعمل لهم فراخ. وده كده كان ديك بلدي كده بقى ايه من انتاج مزرعتي السعيده يعني. فحبيت كده ان انا اشارك معاكم اليوم يعني. تعالوا نشوف مع بعض كده هنعمل الاكل بطريقه بسيطه كده وحلوه ان شاء الله باذن الله تعجبكم. اول حاجه كده الديك اللي معايا دوت، ده يعني كبير شويه، فطبعا هياخد مننا سوا. فقلت الصراحه يعني ايه اعمله هو على طول في حله الضغط. اما الفراخ البيضه فما بتاخدش وقت، فهخليها في حله لوحدها. هنا جبت الحلة وحطيت فيها كده شوية من الزيت، وحطيت بقى كوبيبة صيني وحبهان ومستكة وورق لورا وقرنفل. اي منكهات بقى انت بتحبيها حطها في الشوربة، بس بصراحة المنكهات ديت بتعمل ريحة خطيرة للشوربة بتاعتنا. شوحت كده الديك زي ما انتوا شايفين، وهبتدي كده اقلبه على الجنبين عشان اديله تشويحة حلوة كده. بحاول على قد ما اقدر ان انا ادخل البصل يعني في قلبه من جوه عشان كله يتطعم كده وتبقى ريحته جميله. بحب بصراحه اعمل مرته كده من البصل، احطها كده في الشوربه، بصراحه بتفرق خالص في طعم الشوربه يعني. ونزلت كده برضو ببصلايه سليمه وطماطم، وحطيت ميه مغليه عليه. وكده بقى خلاص الديك بتاعي جاهز، هبهره بقى لان انا لما هقفل الحله طبعا مش هينفع افتح عليها تاني دلوقتي. حطيت الملح بتاعي وحطيت الفلفل الاسمر. طيور يا جماعه يبقى لازم فلفل اسمر فيها. طبعا احنا غسلينها كويس ومنضفينها كويس ونقعينها نقعه معتبره، بس لازم اي طيور كده بتطلع ايه ريم على الوش. فلميت كده الريم الاول علشان تطلع الشوربه بتاعتي كده رايقه وجميله. وهنا بقى خلاص كده هقفل على الحله بقى وايه، ونسمي الله كده وهي بقى مع نفسها يعني. هعمل بقى هنا جنبها، هنقل بس الحله دي كده على العين التانية. وهنا هعمل الفراخ البيضه. زي ما قلت لكم الفراخ البيضه كده ما بتاخدش وقت يعني في السوا، فحبيت ان انا اخلي دي لوحدها ودي لوحدها. وهنعمل لها، انا هسلقها النهارده بس هعمل لها بصراحه خلطه جميله قوي. هندخلها في الفرن كده مع بعض ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ونفس برضو المرته اللي انا عملتها هناك، وهحط كده طماطميتين وبصلايه برضو كده سليمه. بس هحاول كده ان انا اهز الحله كده عشان ايه اخلي كله يعني الفراخ تاخد معايا صدمه حلوه كده على البوتاجاز. هنزل برضو بالميه المغليه وهحط الفلفل الاسمر والملح، وتبقى كده الفراخ بتاعتي جاهزه خلاص، حاجه خلصت منها. طبعا على ما الفراخ هنا بقى هتستوي سواء البيضة او الديك، هعمل بقى صينية بطاطس بقى. الطريقة دي بصراحة يا بنات جميلة جدا. انا مش بعدل عليكم ولا حاجة، احنا كلنا بناخد افكار من بعض كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا ان شاء الله. هنا جبت بصلايه كبيره كده ونزلت عليها قطعتها شرايح. والاول يعني ايه خرطتها ونسيت ان انا على اساس ان انا هعمل تسبيكه عاديه، فافتكرت والله ايه بعد ما قطعت جزء من البصله كده افتكرت ان انا هعمل بطاطس صينيه. ونزلت كمان كده بالفلفل، قطعت كده عليها فلفل. وخدت قرن واحد بس من الشطه عشان طبعا ايه في ولاد صغيره وكده فمش عايزينهم بقى ايه الشطه تبقى حاميه عليهم، وبالذات اليومين دولت الشطه كلها بصراحه يعني صعبه قوي. هو قرن واحد بس كده لزوم التحابيش يعني. هقلب كده كل الكلام ده في بعضه. طبعا قرن الشطه حامي فانا مش عارفه يعني ايه احط ايدي بقى فيها خلاص. هنزل كده بالبطاطس، ومعايا كده ايه يعني حوالي معلقه توم. هقلب كل الكلام ده في بعضه. عايزه اقول لكم والله العظيم ان كانت ريحتها بس واحنا بنعملها كده كانت جميله جدا.
بالذات يا جماعة لما بتكونوا بتعملوا الحاجة بحب كده، بتبقوا انتوا فرحانين ومبسوطين كده. فالحمد لله يا رب، يعني ما يدخل حاجة وحشة كده على حد، ويفرحنا دايما بأزواجنا وأولادنا واخواتنا وحبايبنا، اللهم امين. هنا بقى قلبت الطماطم كلها كده، وقلبت التوم. بصوا هي الطماطم بسم الله ما شاء الله حمرا وجميلة قوي اليومين دول، بس غالية. فالحمد لله، يعني انا عملت شفشق واحد بس من الطماطم، وزودت شوية مية. نزلت كمان هنا بشوية زيت حلوين، وكده بقى ايه هحط الملح والكمون وهدوقها. لو هي كده ايه عايزة حاجة بسيطة مفيش مشكلة، مظبوطة يبقى كده الحمد لله. طبعا انا جهزت صينية البطاطس دي وهركنها على جنب، عشان انا مولعة الفرن الغاز عشان هعمل فيه المعمر وصينية البطاطس مع بعض. يبقى هنا ايه انجز كده، عشان طبعا ايه انتوا عارفين هيجوا بقى من الصلاة ومش عارفة ايه، وهنبدأ بقى خلصتي ما خلصتيش كده يعني، مع اننا احنا ما بناكلش بدري والله، بس هو لازم بقى. المهم هنا كنت غاسله رز بلدي عادي، ونزلت عليه. بصراحه اختي كانت بعتلي قشطه كده، قالت لي ايه خدي قشطه وما تحطيش سمنه بلدي وكده. قلت لها بصي صراحه يعني انا حطيت الاتنين. يا بنتي هيبقى سمين؟ قلت لها ان شاء الله هيبقى حلو باذن الله. كده مسكت الرز، قلبته مع القشطه مع السمنه البلدي. اهم حاجه كده ان احنا ايه نفرك السمنه البلدي والقشطه كده، نخليها تخش في الرز كله. واديت كده رشه بسيطه من الملح. بصراحه ربنا ما بحبش احط على الرز المعمر فلفل اسمر، لان ساعات يعني ايه الولاد مثلا لو حبوا ياكلوا تاني، في ناس بتحب تحط سكر ولبن، فخساره يعني. بدل ما بوظه او اخليه محدد بس بالطبيخ يعني، لا ما بحطش فلفل اسمر فيه. هنا بقى بحط حته قشطه تاني في الاخر كده، ومعلقه من السمنه البلدي. بس اهم حاجه انا فاض معايا لبن، لان انا زودت بميه. لازم حبه الميه دولت عشان يخلوا الرز معاكي ايه يطلع مظبوط كده. لو عملتيه بلبن خالص الرز هيطلع معاكي معجن. طبعا زي ما قلت لكم كنت هنا بقى انا مولعه فرن الغاز. بصراحه احلى حاجه كده لما بتعمليه في الفرن الغاز. والله انا بعمله في فرن البوتاجاز برضو وكل حاجه، بس يعني فرن الغاز بيسعفني شويه. حطيت بقى كده هنا الصينيتين مع بعض زي ما انتم شايفين. ده الفرن بتاع امي الله يرحمها بقى. ربنا يرحمها ويحسن اليها، اللهم امين. هي كانت بتعمل لنا كده يعني، فبصراحه ما حبيتش ان انا ازعل اخواتي وكده ولا احرمهم، فقلت بس برضو لازم نعيش اجواء امي الله يرحمها. حطيت الصينيتين كده في الفرن، ومن الوقت للتاني يا بنات بقعد ادور الصينيه عشان يعني ايه ما تتلهفش مني من النار من جنب واحد والباقي لسه. بعد كده بقى قفلت الفرن، وجيت هنا هعمل خلطة جميلة جدا للفراخ. نزلت كده ببصلاية وكام فص من الثوم وكام طماطمايه وقرن شطة. عايزة اقول لكم الخلطة دي بتبقى جميلة جدا، يعني بتودي الفراخ كده في حتة المشويات يعني. برضو مش هكتر كده، هحط قرن شطة واحد برضو. عايزة اقول لكم الحمد لله يعني ربنا سترها وطلع يعني ايه الحمو بتاع الفلفل كان مظبوط، يعني ايه مقبول مش حامي قوي. بس وهنزل كده بقى بليمونه. طبعا ما كانش بصراحه الخل كنت خلصته بقى على نقع الفراخ وكده، فما حطيتش خل الصراحه. عصرت الليمون كده، وهضرب بقى الكلام كله ده في الخلاط. طبعا بتبهري بقى بملح وفلفل اسمر وكمون كده يعني. وهنا بقى انا نسيت ان انا احط الزيت في الخلاط، فبصراحة ايه هنشوفه مع بعض وانا بحطه في الطبق. بصوا الخلطة طالعة جميلة وقوامها حلو، ولا هي خفيفة قوي ولا هي تقيلة قوي. طالعة في منتهى الجمال، وريحتها برضو جميلة جدا والله. دي ساعات انا بعمل اصلا منها كده وبعينها في الفريزر، اسيبها بقى ايه التتبيلات لبانيه لاي حاجة، بتبقى جميلة جدا. بس بحط فيها زعتر بقى واللي هي المنكهات اللي زي كده. زودت كده شوية من الزيت. بصوا لونها وقوامها حلو قوي والله يا بنات. هجيب بقى صينيه معايا كده، وهبتدي بقى ان انا ايه ارص فيها الفراخ. طبعا انا ما بدهنش الصينيه ولا حاجه، لان كده كده ايه هحطها تحت شوايه الفرن على طول يعني. عايزه اقول لكم بقى لو وصلتوا معايا بقى لغايه هنا ما تنسوش بقى كده تشجعوني يعني تدعموني كده بكلامكم الحلو اللي بيشجعني. وحطي لايك بقى بعد اذنك كده، عشان ايه الفيديو يكبر كده لاكبر عدد من المشاهدين يعني. حبيت ان انا كده احط الخلطة دي ادخلها جوه كمان كده ما بين الجلد وما بين اللحم يعني، عشان برضو ايه يطعم الفص كده ويبقى ايه طعمه مظبوط معانا. ايه رأيكم بقى؟ ما استاهلش لايك بقى منكم؟
بس ونزلت بقى كده على الديك برضو نفس اللي عملته في الفراخ، حطيته كده دهنت بيه الديك كله. بس صراحة كده وانا حطاه في الفرن هناك شلته تاني حطيته في صينية لوحده، لاني ما عرفتش اتحكم فيه يعني هو لوحده، لان هو بيبقى اعلى من الفراخ. بس وكده الحمد لله بعد ما الاكل بقى ايه خلص كله، وغديتهم النهارده بدري الحمد لله يعني. بس فده كان شكل المعمر طالع بسم الله ما شاء الله. الله يرحمك يا امي. عايزه اقول لكم يا بنات ان امي كان الله يرحمها كان نفسها حلو قوي قوي في الاكل يعني. فربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها ويجعلها من اهل الجنه، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ده كان شكل اكلنا النهارده، حاجه بسيطه كده، وحبيت ان انا ايه اغير لهم برضو في الاكل. كده خلاص بقى كان جه ميعاد الغدا وحطينا الغدا بقى، والحمد لله. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض اللهم امين. وكده بقى كنا خلاص بقى وصلنا لغاية اخر اليوم بعد ما رحنا المقابر بقى وجينا. اتلمينا بقى تاني كده احنا واختي واخويا بقى وجبنا بقى، اختي كانت عاملة بطاطا بصراحة بالقرفة، والولاد بقى راحوا اشتروا كده، وصبنا حاجة ساقعة وحاجة بسيطة كده. يعني كل اللي بيقدر فينا يعمل حاجة بيعملها. كانت عاملة لهم النهاردة بطاطا بالقرفة. يلا بقى يا بنات ما تنسوش كده تشجعونا، تكتبوا لنا كومنت حلو منكم. ربنا ما يحرمكم ابدا من حبايبكم، ولا يحرمنا ابدا يا رب من عزيز ولا غالي. ربنا بقى يرحم امي وابويا واخويا ويرحم امواتنا اجمعين. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس بقى وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد. يلا اشوفكم في فيديوهات تانية كتير في حفظ الله وامنه. مع السلامة.